صباح الفل. انا بسجل الفيديو دوت. كانت الساعه كام دلوقتي؟ تقريبا الساعه 7. انا نازله رايحه الشغل. وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى نعمل النهارده مع بعض بسبوسه بطريقه سهله. عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعملها وتنجح معايا بالطريقه دي، فتعالوا نشوف عملناها ازاي. قبل ما نبدا الفيديو يلا كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك للفيديو واشتراك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. اول حاجه بدات اعمل الشربات. حطيت كده حاجه على النار، حله بقى او كسرولة زي ما انت عايزه. انا عملته في اللبانه. كوبايتين من الميه عليهم كوبايتين من السكر، هحط عليهم كمان رشه من الفانيليا وعصره نص ليمونه، وهسيبهم يغلوا مع بعض لمده 10 دقايق. اول ما يغلي يكمل 10 دقايق غليان كده هطفي عليه، وكده يبقى الشربات بتاعي جاهز. ننزل بقى باقي السكر كده اللي في الكوبايه. هنا كمان انا كنت جهزت باقي المكونات معايا. انا عندي النهارده بسبوسه جاهزه اللي هي الاكياس. انا جبت حلو الشام. معايا كوبايه من اللبن، مش هاخدها كلها طبعا. ومعايا كمان كوبايه صغيره من السمنه، وبرده مش هاخدها كلها. والكميه اللي انا حطيتها طلعت كتيره شويه، فالمفروض ان احنا هنحط نص كوبايه زبده بس. تمام، يعني المقادير المظبوطه لكيس البسبوسه نص كوبايه سمنه ونص كوبايه من اللبن. هنا بقى عصرت نص ليمونه كده على الشربات بتاعي، بعد ما حطيت كمان عليه رشه من الفانيليا. انا حطيت فانيليا بودر، ممكن تحطي فانيليا سايله لو عندك. ولو ما عندكيش فانيليا ممكن بشر برتقان. يعني هيدينا نفس النتيجه. يعني احنا عايزين يا دوب حاجه بس تدي ريحه، مش هتشيل زفاره ولا حاجه. وهسيبه بقى يغلي لمده 10 دقايق، وبعد كده هطفي عليه. انا بحتاج شربات البسبوسه بيكون سخن، والبسبوسه كمان بتبقى سخن. جبت بقى هنا طاسه على النار. هنا بوريكم المكونات اللي انا هشتغل بيها: الزبده واللبن والبسبوسه. طبعا ممكن تعمليه بدقيق السميد الجاهز اللي بيبقى عند العطار، سوري، اللي هو السايب. ودوت بتحتاجي تحطي عليه جوز هند، وبتحطي عليه كمان سكر وبيكنج باودر. لكن الجاهز دوت او الاكياس دي بتبقى جاهزه فيها كل حاجه. هجيب بقى طاسه على النار، هبدا اولع عليها النار كده. هحط 3 معالق من السكر، وهبدا اكرمل السكر. هسيب السكر على الطاسه كده لحد الاطراف بتاعته ما تبدا تسيح، ويبدا يعني ما اقلبوش عشان ما يخرسش معايا لحد ما يسيح. لو قلبناه هيخرس. انا هنا بس بفرده في الطاسه، وهسيبه بقى لحد ما يبدا الحروف بتاعته كده تبدا تاخد لون بني. مش هحط فيه بقى اي معلقه خالص، ونخلي بالنا لما نيجي نقلب بمعلقه سيليكون او معلقه خشب، علشان الحراره بتاعته لو قلبنا بمعلقه عاديه حرارته عاليه جدا، وهتنتقل للمعلقه تسخنها بسرعه، وهتسخن في ايدينا بسرعه، ممكن تلسعنا. وبرده نخلي بالنا ان سخونيه درجه حراره السكر على النار عاليه جدا، فنخلي بالنا ما يطرطش على ايدينا لان حروقه صعب قوي. تمام، هنا بقى هبدا اقلب السكر الباقي دوت كده. خلاص بدأ السكر يتكرمل معايا. هستنى لما ياخد لون اغمق شويه. نخلي بالنا يا جماعه نوطي عليه اول ما يبدأ ياخد معانا لون، نهدي عليه النار لانه ممكن يتحرق معانا بسرعه جدا. الشربات كمان كان بدأ يغلي، وفي الوقت ده بصوا انا هديت النار. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن كمان علشان يبقى سخن اول ما ادخل عليه البسبوسه. هنزل بقى بالسمنه. وهنا بقى قلت لكم ان السمنه بتاعتي طلعت كتير، فالمفروض ان انا المقدار المظبوط معايا للسمنه نص كوبايه من الزبده. هقلب بقى كويس جدا، وهنزل كمان بنص كوبايه اللبن. انا اخدت كمان يعني هنا على السكر اقل من النص، تقريبا حوالي ربع الكوبايه، وهاخد الربع التاني على باقي الخليط. بصوا هتبدأ تفور. في المرحله دي نخلي بالنا جدا، اللسعه بتاعتها صعبه جدا يا جماعه، فخلوا بالكم.
تحسي انها كلكعت كده، بس لا، مع التقليب هيفك تاني وهيبقى تمام جدا. اهو بصوا عامل كتلة كده. نقلب هيفك معانا ويبقى تمام جدا. دي احسن طريقة يعني انا اكتشفتها وعرفتها للبسبوسة المرملة او المكرملة. انا كنت كل مرة بعمل البسبوسة بصراحة ما كانتش بتبقى ناجحة معايا، كان بيبقى فيها عيب، يا اما ناشفة يا اما ما بتشربش الشربات بتاعها يا اما مش مستوية كويس او الطعم مش حلو قوي. لكن المرة دي بجد اول مرة اعمل البسبوسة وتطلع معايا مرملة وطعمها تحفة بالطريقة دي. هنا بقى خلاص كنت فكيت يعني انا اول ما بحط اللبن بطفي على السكر والسمنة على الخليط اللي انا عملته، وببدأ اقلب فيه كويس جدا لحد ما افكك كل يعني لو كلكع او عمل تكتلات افكها كويس جدا. برجع بنزل بسيبهم يبردوا شوية حاجة بسيطة، وبنزل بيهم على الدقيق بتاعي بتاع البسبوسة او على خليط البسبوسة، وما بقلبش يا جماعة وما بعجنش. انا يعني بعملها كده زي ما اكون ماسكة مضرب بشتغل بيه. هنا خلاص الشربات انا هطفي عليه، كان جاهز معايا والفرن والع. جبت صينية بسبوسة بقى ودهنتها دهنة سمنة، رشة سمنة كده بالفرشة كده ودهنتها كويس، ونزلت بخليط البسبوسة بتاعي وانا على الفرن سخن درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. البسبوسة ما اخدتش معايا بالظبط ربع ساعة وقد طلعت بالجمال والحلاوة دي، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة بجد. سبتها بقى لما اخدت لون غامق شوية كده من فوق. طبعا انا الفرن عندي البوتاجاز عندي في مشكلة كده، جنب عالي وجنب واطي، فطلعت ناحية عالية وناحية واطية. بس ما شاء الله بجد يا جماعة الطعم تحفة. انا يعني عاجبني طعمها جدا وفرحانة جدا من ساعة ما عملتها، لدرجة ان انا كل شوية اكلم حد اقول له انا عملت البسبوسة ونجحت معايا المرة دي. بصوا بتشرب الشربات، كل ما بحط لها شربات بتشربه ازاي. بصوا يا جماعة ما شاء الله. جربوا بقى البسبوسة كده بكرملة السكر وبالطريقة دي هتعجبكم جدا، والنتيجة هتبهركم بجد زي ما ابهرتني. تنسوش بقى تدعولي دعوة حلوة كده ان ربنا يصلح حالي يا رب، ولكم بالمثل اللهم امين. يلا تعالوا بقى نقطع. بصوا بعد ما شربت الشربات بصوا طريقة ازاي، شربت الشربات بتاعها كله. بصوا ما شاء الله. هنا كان لازم اجربها فاخدت حتة كده من الحرف. يلا نقطعها مع بعض. طبعا لسه سخنة فهتطلع مفتفتة معايا شوية. والله كان نفسي اسيبها تبرد شوية، بس للأسف انا نفسي مش قادرة اصبر عليها، لان انا كنت عايزة يعني خلاص طعمها عجبني فعايزة بقى اكل منه. بصوا هوريكم الترميلة بتاعتها وهوريكم القوام بتاعها، تحفة بجد. طبعا الاصوات حواليا كتير، انا قلت لكم ان انا بصور يعني بسجل الفيديو ده وانا في الشارع نازله الشغل، فقلت بقى اسجله بالمره. بصوا بقى الشكل، بصوا الترميله لازم ادوق لازم. ما شاء الله بألف هنا يا رب. يلا معلقه قشطه بقى كمان كده على الوش. واو بجد كان ناقصها بولة ايس كريم وتبقى فل الفل، بس للاسف ما عنديش ايس كريم، فخليت القشطه كده تاخد محل الايس كريم. بألف هنا بقى، واشوفكم في فيديو جديد.